قاعد يا اخويا لا بيا ولا عليا، وفجأة لقيت واحد صاحبي مدير انتاج كاتب مصر كلها تلتف حوالين فيديو هدير. فما خدتش وديت، قلت يبقى اكيد ولاد الذين معاهم فيلم جديد اسمه هدير وهيصوروه قريب وولع معاهم شوية. ولقيت واحد صاحبي تاني كاتب هدير عبد الرازق هتبقى ترند مصر الاول الفترة الجاية. قلت الله، في ايه بقى؟ ايه هدير هدير؟ اكيد في حاجه غلط. وما خدتش وديت، بس قلت الحوار فيه هدير، بس هدير دي ايه انا معرفش. بس يلا بينا نبدا الحلقه. طبعا لازم تبقى الحلقه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وتعالى بقى نتكلم يا معلم. المهم يا سيدي، اتحفر في نافوخي اسم هدير، بس برضو ايه، ما تنحتش. بس في حاجه اسمها هدير اليومين دول، بس ايه هي مش عارفها. لقيت ايه وانا بقلب على الفيس كده، لقيت المذيع الجميل ده. اه هو نازل له فيديو على الفيسبوك بيقول ايه: المذيع اللامع احمد عبد العزيز وحواره مع هدير عبد الرازق. فقلت بس نفهم بقى ايه الحوار. فلقيته بيكلمها بيقول لها بس يا هدير اللي معاكي ده كان جوزك صح؟ واول حروف من اسمه س ش ص ك ف ع غ ف ق لا لغايه ما الحروف الابجديه. فبتقول له هو بيقولوا الحروف وهي تشاور بقى. فبتقول له جوزي فعلا كان جوزي. انا والله طيب طيب وعلى نياتي، ما خدتش وديت، بس قلت ايه هدير هدير وكان جوزها، اكيد في حوار كده مثلا عملوا فيديو مش لذيذ، كانوا بيهزروا مع بعض في اماكن عامه، مسكها من حته مش ولا بد. فقعد مع واحد صاحبي بالليل من صيع الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي، بقول له ولا اللي ايه حوار هدير عبد الرازق ده؟ قال لي هو انت ما شفتش الفيلم؟ قلت له ده هو في فيلم؟ قال لي تحب تشوفه؟ قلت له اشوفه؟ اشوف ايه يا قليل الادب؟ قال لي شوف الفيلم يا عم. قلت له هو معاك؟ قال لي طبعا معايا، هو ده ينفع ما يبقاش معايا؟ فقلت له وريني، قلت يمكن اقيم التمثيل اللي فيه ولا حاجه، او اشوف ايه الخارج في الموضوع. فلقيت الموضوع الصلاة على النبي، حاجه يعني سبحس خالص. ده انا ما كنتش مصدق. قلت له ايه ده ايه ده ايه ده بيتكلم عن القلعه. قال لي قلعه وهو كمان قلعه وحاجه نيله. قلت له طب وبعدين ايه الحوار اللي بيحصل؟ قال لي مفيش يا عم، ده ترند اللي طالع اليومين دول، والبت دي اتفضحت وبتاع. مش هي دي قضيتي، والله العظيم انا عامل فيديو عشان دي قضيتي، وربنا ينصر على الناس كلها. بس الاستاذ احمد عبد العزيز المذيع، انت طالع بعد ما هي عامله فيديو اباحي وفيديو متنايل على عين امه، طالع تبرر لها ليه؟ طالع تقول لها اللي معاكي انا عرفت انه كان جوزك ومتجوزك ومعايا القسيمه. يعني هي كده تطلع براءه؟ يعني انت كده بقيت محامي الفنانين، فانت بتحميهم يعني؟ يا استاذ احمد، في حاجه اسمها قضاء وفي حاجه اسمها قانون، والمفروض القانون ياخد مجراه. سواء جوزها مش جوزها، المفروض الجوز يتجابوا ويتحقق معاهم ويتحبسوا. بص، هم عملوا جريمه، انت بتعمل جريمتين. الجريمه الاولى ان انت عرفت واحد زي حالاتي هو في ايه اصلا. انا ما كنتش عارف، انا كنت هريان مدريان، والله العظيم ما كنت عارف، بس بكلامك حبيت اتطقص. دي اول حاجه. الحاجه التانيه ان انت محفوظ عبد الدايم في الموضوع. انت بتوفق ايه يعني؟ انت بتلصق ايه وبترمم ايه؟ واحد وواحده في وضع مخل ومتصورين، دول المفروض يتحاكموا، المفروض يتحبسوا. المفروض انت تطلع تهاجمها، تقول لها ايه القرف ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده لو الحكومه مش واخده بالها انا هبلغ عنك. انت طالع تطبطب عليها؟ انت طالع تقول لها اللي عامل معاكي كده جوزك وانا هلم الموضوع ونروح البيت سوا، انا صاحبك بقى ولا ايه؟ انا مش فاهمك، انا اقسم بالله ما فاهمك. فقعدت احفر وراك، يعني انا قعدت احفر ورا احمد عبد العزيز ده. اكتشفت ان احمد عبد العزيز ده هو صاحب الترندات الواقعه والهابطه في مصر. يعني هو اللي عمل بتاع الكشري، محمد بتاع الكشري، واللي عمل مش عارف بيلا، واللي عمل حاجات كتير قوي كده في الهجايص. اي حد ملوش لازمه في الدنيا ومش عارف ايه مشاكل، وابن شعبان عبد الرحيم، اي حد فاضي ما بيشتغلش حاجه وما عندوش اي خلفيه ثقافيه، الراجل ده بيستضيفه ويعمله ترند ويتشهر. طيب يا استاذ احمد، انت يعني عايز تقول لنا ان هدير عبد العزيز دي غلطت، فانت وفقت رصيف في الحلال وهتسكت الدنيا ومفيش محاكمه، وان شاء الله يطلع لنا منتج جميل يمتلك من طيبه القلب ما يكفي لزراعه فدانين حنان؟ يقول لها تعالي تشفك؟ او الاستاذ خالد يوسف يقول لها تعالي تشفك؟ مرياطه بقى. فنيجي نبص نلاقي طبعا الاستاذ اشرف زكي
هيسمح لها تمثل، فتمثل. نيجي نبص نلاقي الوجه الجديد هدير عبد الرازق. بتاعت مين؟ بتاعت الفيلم. الفيلم من هو؟ الفيلم اياه. اللي اكتشفها مين؟ المنتج اياه. اللي اخرج لها مين؟ الاستاذ خالد يوسف. طيب واللي وافق على تمثيلها مين؟ الاستاذ اشرف زكي. طبعا الاستاذ اشرف زكي ما بيحلش اي حاجه يعمل فيها مصلحه هو راكب فيها. فنيجي نبص نلاقي حضرتك بدل ما واحده كان مصيرها السجن مطلعها لنا ترند، والفتره الجايه تبقى نجمه بقى. نيجي نبص بقى نلاقيها طالعه في فيديوهات وجنب منها بادي جاردات والفنانه هدير عبد الرازق. يا جدعان فوق، يا جدعان فوق، احنا بنموت. خريجي معهد فنون مسرحيه بيموتوا، خريجي اداب مسرح بيموتوا، خريجي ورش التمثيل بيموتوا، الناس الاكاديميين كلها بتموت، وحضرتك جاي تشيل واحده مع واحد هراها في فيلم مفيش خرم ابره الا لما لعب فيه، وفي الاخر جاي تطبطب عليها في البرنامج بتاعك وتبين لنا ان هي يعني ضحيه وهي كان جوزي. طب احنا مالنا؟ محاكمه، محاكمه. لو حصل غير كده انا هقلع لكم ملط. اصل مش هينفع كل يوم والتاني نلاقي واحده طالعه لنا ملط وبقت مشهوره. انا عرفت ومش عايز اتكلم كتير، بس اكتشفت بقى حاجه هعمل لكم عليها ماتيريال كتير. ان اكتشفت ان في كذا مذيع زي احمد عبد العزيز ده بيعملوا نفس الحركه. شباب كده بلوجر على الفيسبوك كنت بتابعهم وكانوا ناس دمهم خفيف بيعملوا نفس الحوار. يعني اللي اسمه اسلام فوزي ده برضه بيجيب عيال كده ملهاش اي لازمه، بالو مش عارف مين وسين وشين، برضه بيشهرهم وبقوا نجوم. فلا لا 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 لا، انا هاخد بالي الفتره اللي جايه واركز معاكم واشوفكم انتوا بتعملوا ايه وبتطلعوا الناس دي ليه ومين اللي وراكم عشان تطلعوا الناس دي وتطلعوا الناس هايفه وما عندهمش ثقافه. ان ده الثقافه بتاعتنا. لا يا باشا، احنا مثقفين قوي وفنانين قوي وجامدين قوي، بس انتوا اللي مش شايفيننا. فلو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس واستناني لاني هجرسه. سلام عليكم.